الزمالك بيكسب اسوان 1-0 بهدف لابراهيم انداي. ابراهيم انداي للمباراه الثانيه على التوالي بيسجل. الزمالك ما تعرفش هو بيلعب بخطه ايه بالظبط. الزمالك بيلعب بمساك واحد اللي هو حسام عبد المجيد واثنين باكات جنبه، حمزه المسلوسي وحاتم سكر. الطريقه دي مش مفهومه. ماشي، المسلوسي ممكن نقدر نقول ان هو ممكن يلعب حته المدافع الثاني، لكن الزمالك بالمعنى الحرفي ما بيلعبش بمدافع ثاني. دونجا او رؤى بيرجعوا يكملوا الدور ده في الهجمات اللي علينا، ونص الملعب بيفضى شويه. في نص الملعب حاطط دونجا ورؤى زي ما بقول لكم، واحد فيهم بيكمل في الادوار الدفاعيه ورا، ومعاهم وتالتهم زيزو، ومعاهم شيكابالا. في 4 كده في وسط الملعب. قدام بتلاقي مصطفى شلبي وابراهيم انداي وسيف الدين الجزيري. طريقه مديه كثافه هجوميه للزمالك ما كانتش موجوده الفترات اللي فاتت، لكن بتعمل عليك هجمات مرتده خطيره وبتسلم نص ملعبك ويبقى عليك ضغط رهيب جدا. ولو بتلاعب فرقه بتاخد وتدي معاك وعندها لعيب الكوره كويسه زي ما حصل النهارده في مباراه اسوان، كان ممكن يجي فيك اهداف كتيره لولا ستر ربنا وتالق محمد صبحي. احمد دحروج باك شمال اسوان لعيب هايل جدا جدا، عامل علينا هجمات خطيره. تخيلوا اسوان كان اخطر حاجه عنده الاوتات اللي دحروج بيلعبها من اي حته في الملعب، وهو كلاعب كوره لعيب هايل كان لازم نشيد بيه. الزمالك كان مميز في الكورنر، كان بيلعب الكورنر زيزو بيلعبه بشكل هايل، بيطلع حسام عبد المجيد يحطها، كان بيطلع الونش الله يمسيه بالخير يحطها، المسلوسي اي حد كان بيلعب بدماغه كويس كان بيطلع يحطها. دلوقتي الزمالك غير التكتيك وبيباص الفاول، وفجاه تلاقي زيزو مثلا باص الكوره لشيكا او لشلبي، وشلبي يرجعها نص الملعب، نص الملعب يرجعها للدفاع، والكورنر بيضيع، ودي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. في مشكله في اللمسه الاخيره في هجمات الزمالك، تبقى الكوره طالعه حلو بتتمرر بشكل هايل من شيكا مثلا لزيزو لنداي، او شيكا لزيزو لمصطفى شلبي، وتلاقي اللمسه الاخيره فيها مشكله وبتضيع بسهوله، ودي مشكله. الزمالك بيجيب هدفه الاول عن طريق ابراهيم نداي، شيكابالا للجزيري لمصطفى شلبي المتالق اللي هو اخطر لعيب وهو مفتاح لعب الزمالك الفترات الاخيره، بيلعب كوره بالعرض، زيزو يدخل في الكوره تخبط في المدافع تترد لابراهيم نداي بشماله يحطها حلوه، كان شاط واحده قبلها حلوه، لكن ابراهيم نداي ضيع حوالي 3 اهداف في مباراه النهارده. الشوط الثاني زيزو مايل على مصطفى شلبي وصنع خطوره كبيره، الزمالك جاب هدف اوفسايد، وزيزو جاب هدف ثاني اوفسايد. شيكابالا كان عامل مباراه الى حد ما كويسه، مش ده شيكابالا اللي احنا عارفينه، ولكن هو بيحرك الملعب بشكل كبير. لما خرج ونزل مكانه احمد بالحاج ما حسيناش بخطوره الزمالك، بالعكس الزمالك تراجع بشكل كبير. ولما خرج ابراهيم نداي ونزل نيمار ايضا الزمالك فقد قدره هجوميه كبيره. نداي لسه مش في مستواه 100%، ولكن بيشكل خطوره كبيره، بيشوط. ما شفناش النهارده تغييرين اثروا على الزمالك بالسلب الصراحه. حمزه المسلوسي ثبات مستوى، هدوء، تألق، لعيب هايل، بنسقف لك يا مسلوسي برافو عليك. الجزيري وتضييع فرص كبيره جدا جدا جدا. محمد اشرف رؤى الى حد ما مباراه افضل من مباريات كتير الفترات اللي فاتت. دونجا مش عارف دوره ايه في الملعب الصراحه، رغم ان هو خد افضل لاعب في المباراه بعد الماتش مش عارف ليه، لكن تمام يا رب يفوق باذن الله. انا بقول لكم باكات الزمالك ما لهمش اي دور هجومي، لدرجه ان احنا حاتم سكر شفناه في الدقيقه 88 طلع يعمل هجمه خالص، واقفين ورا. المجمل الزمالك هجوميا شكله كويس، لو انهى الهجمات بشكل حلو هيفرق مع الزمالك في الفترات الجايه. لازم يظبط الدفاع. مبروك للزمالك.